ازيكم يا احلى متابعين؟ انا عارفه ان كلنا بنضعف قدام كون الشوكولاته، خصوصا لما بتكون صغيره كده ومغريه وشكلها كيوت وطعمها يجنن. بس السؤال اللي بيخطر في دماغ كل واحد فينا، هي مين يكون الشوكولاته دي ممكن تبوظ الدايت ولا عادي اكل منها؟ النهارده مش بس هنحسب السعرات اللي فيها، لا احنا هنفهم سوا هي ليه بتزود الوزن لو كترنا منها، وازاي ممكن ناكلها بذكاء من غير ما نحرم نفسنا ولا نحس بالذنب بعد الاكل. خليكي معايا للنهاية عشان تعرفي كل حاجة بالتفصيل، من أول مكوناتها الحقيقية لحد الجسم بيتعامل معاها ازاي، وهنحسب سوا بالجرام وبالقطعة، وهنجاوب على أهم سؤال في الفيديو كله: آكل منها قد ايه وأنا عاملة ريجيم؟ بس قبل ما نبدأ اعملي لايك على الفيديو عشان يوصل لناس أكتر، واكتبي تحت في أول كومنت أول حاجة نفسك تعرفي سعراتها في الفيديو الجاي. يلا بينا نبدأ. واول حاجه لازم نفهم ان احنا بناكل ايه فعلا. مين يكون الشوكولاته معمول من ايه؟ من بسكوت مقرمش وكريمه شوكولاته وطبقه شوكولاته من فوق، يعني مزيج من سكر ودهون وكربوهيدرات وشويه بروتين بصوت. وطبيعي جدا ان الحاجه دي بتدي طاقه عاليه، بس برضو سعراتها كتير. لكل 100 جرام من ميني يكونوا شوكولاتة في 494 سعر حراري، 5.1 جرام بروتين، 70.3 جرام كربوهيدرات، 21.7 جرام دهون. وده معناه ان القطعة الصغيرة اللي بنقول عليها مش هتأثر، بتأثر جدا لو كررناها كل يوم. بس برضو ما نحكمش بسرعة، لازم نفهم اكتر. دلوقتي خلينا نحسبها عملي اكتر. في كل جرام واحد من ميني كونو شوكولاتة في 4.9 سعر حراري، 5 جرام بروتين، 70 جرام كربوهيدرات، 21 جرام دهون. واحدة ميني كونو شوكولاتة صغيرة وزنها 9 جرام فيها 44 سعر حراري، 4 جرام بروتين، 6.3 جرام كربوهيدرات، 1.9 جرام دهون. واحدة ميني كونو كبيرة وزنها 12 جرام فيها 59 سعر حراري، 6 جرام بروتين، 8.4 جرام كربوهيدرات، 2.6 جرام دهون. يعني واحدة صغيرة فيها طاقة قد معلقة صغيرة زيت أو نص واحدة توست. دلوقتي بقى الجسم بيتعامل ازاي مع الميني كونو؟ اول ما تاكليها السكر بيدخل الدم بسرعه، وده بيخلي الانسولين يطلع علشان يخزن الطاقه الزايده. لو كنت محتاجه الطاقه دي الجسم هيستهلكها، لكن لو كلتيها وانت قاعده او مش بتحرقي كتير، السكر ده بيتحول لدهون تتخزن خصوصا في البطن. وده سبب ان الحلويات الصغيره دي بتزود الوزن على المدى الطويل، مش عشان القطعه نفسها، لكن عشان احنا بنكررها كل يوم من غير توازن. طب هنا بقى اهم حاجة والكل مستنيها: ينفع اكل ميني يكون وانا عاملة دايت؟ ايوه ينفع، بس بحساب. لو نظامك اليومي حوالي 1200 سعر حراري، تاكلي كونو صغيرة مرة كل 3 ايام. طب لو 1500 سعر حراري ممكن تاكلي كونو صغيرة كل يومين. طب لو 1800 سعر حراري او اكتر ممكن تاكلي واحدة صغيرة يوميا بعد الوجبة الرئيسية. بس لازم تعرفي ما ينفعش تاكليه لوحده على معدة فاضية، لانه هيزود السكر في الدم بسرعة. ودي بعد وجبة فيها بروتين او الياف زي الغدا علشان تحسي بالشبع وما تجوعيش تاني. ولو نفسك في حاجة حلوة خدي نص كونو صغير، بس الطعم الغني بالشوكولاتة هيشبع دماغك، وهتحسي انك كلتي حاجة حلوة من غير ذنب. بدل ما تاكلي ميني كونو كل يوم، جربي البدايل دي: مكعب شوكولاته دارك 100% كاكاو، 30 سعر حراري، زبادي لايت ومعاه معلقه كاكاو خام، او لو بتحبي القرمشه خدي بسكوت شوفان خفيف بالشوكولاته. كلهم بيدوا نفس الاحساس الحلو، بس سعرات اقل وتغذيه اعلى. الخلاصة يا جماعة: مين يكونوا شوكولاتة مش عدو الدايت، لكن هو اختبار الإرادة. لو كلتيه بحساب مش هيبوظ النظام أبدا، إنما لو كترنا منه الجسم هيخزن الطاقة الزايدة كدهون. كلي كل حاجة بتوازن، وافهمي جسمك بيحتاج قد ايه فعلا. لو حبيتي الفيديو ما تنسيش اللايك، واكتبي لي في الكومنت تحبي ايه الفيديو الجاي. اشوفكم في الفيديو الجاي، وخليكي فاكرة دايما مش لازم تحرمي نفسك، المهم تعرفي قد ايه تاكلي وبذكاء. استنوني في الفيديو الجاي. سلام.